رد الإيطالي ماسيميليانو أليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي عن الأنباء التي تحدثت مؤخرا عن إمكانية رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي. وقال أليغري في مؤتمر صحفي: كريستيانو رونالدو هو مستقبل يوفنتوس، سوف يقوم بعمل رائع في الموسم المقبل، إنه محبط مثلنا جميعا ولكنه هادئ. وأضاف: وجود كريستيانو رونالدو معنا لا يعني فوزنا بدور الأبطال، الآن علينا مواصلة العمل والتتويج بلقب الدوري الإيطالي. لم نلعب بأفضل طريقة في ربع النهائي أمام أياكس واستحقينا الخروج. وتابع أليغري: رونالدو قدم موسما رائعا معنا، وغدا سيشارك أمام فيورنتينا، سوف يكون لدينا فرصة لتحقيق اللقب غدا، وسوف نسعى إلى هذا الأمر، وفي حال حققنا اللقب سنلعب 5 مباريات أخرى بأعلى مستوى ممكن. وفي أخبار النادي الملكي: غادر الظهير الأيمن لريال مدريد ألفارو أودريوزولا تدريبات فريقه الجمعة بعد التحام قوي مع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور. وقال ريال مدريد في بيان رسمي إن اللاعب الإسباني يعاني من كسر في الترقوة اليسرى، مما يعني أنه سيغيب عن الفريق لنهاية الموسم الحالي تقريبا، وينتظر اللاعب تحديد مصيره في حال كان يحتاج إلى عملية جراحية، والتي ستبعده لعدة أشهر، أو الاعتماد على العلاج الطبيعي، وفي كلتا الحالتين سيغيب لنهاية الموسم.